على عكس المتوقع يا كابتني، فالنمو العضلي مش بس بيحتاج اللي انت تاكل بروتين، والناس كلها متخيله اللي هي لو نسبه البروتين بتاعتها قليله فهي كده مش هتعرف تعمل عضلات. بس في عامل نسينا نتكلم فيه، وفي كباتن كتير جدا نسيت عنه، واللي هي تحذر الناس من قله النوم. لان واقعيا لو حد بياكل بروتين قليل فهو هيكون عارف اللي هو بياكل بروتين قليل. مثلا بياكل سندوتش فول وبيضه فهو يبقى عارف اللي هو ممكن ياكل مثلا ورك فرخه زياده، صدر فرخه زياده. لكن فكره اللي انت تنام قليل وكمان تصحى ما نمتش بالنوم العميق الكفايه، ده محتاجين ننوه عنه كويس قوي. لان الرياضات متن كلها قايمه على النشاط وقايمه على الاستشفاء الجسماني، اللي انت جسمك لازم يكون بيستشفى علشان يقدر يأدي في المره الجايه اللي بعدها. طيب في حاجه مهمه جدا احنا بنعملها، انا عايز اتكلم معاك فيها النهارده، اللي هي ازاي ننام كويس. احنا خلاص احنا كلنا، انا واحد منكم ما بعرفش انام كويس، بس في كده كام حاجه لما ضفتهم في اليوم بتوعي فعلا نفعوني بنسبه 110%. هقول لك عليهم. وانا دلوقتي مش بستأذس عليك مثلا، او بقول لك اللي انا فاهم وانت لا، او عندي معلومه مش عندك. انا هشاركك الحاجات اللي نجحت معايا علشان انت كمان تطبقها فتلاقي نتيجه يعني فاهم. فركز معايا كويس قوي، انا الكلام ده كله جاي من القلب. الفيديو ده هيكون بسيط جدا، ما فيهوش بقى ولا حاجات بتطلع ولا حاجات بتنزل، عامله بس علشانك انت، فركز معايا لو سمحت. اول حاجه انا فرقت معايا جدا جدا جدا، اللي انا بدات اسيب التليفون بتاعي اول ما بصحى. وعلى عكس المتوقع، انا كنت متخيل ان انا عشان انام كويس احضر نفسي بالليل اللي انا انام كويس، ما منطقيه يعني لوجيك. لكن واقعيا المفروض اللي انت تبدا تحضر اللي انت تنام كويس من اول ما تصحى الصبح مش بالليل. طيب انا لما كنت بصحى بحكم شغلي بمسك التليفون اشوف المسجات اللي جات لي، واشوف الحاجات اللي حصلت، كومنتات مش عارف ايه. فممكن اقعد مثلا بتاع نص ساعه في السرير او ساعه الا ربع وانا ما بعملش حاجه غير بس اللي انا بقلب. فكنت بقوم حاسس ان انا مقصر رغم ان انا كنت ممكن اكون صاحي فايق. فلما بدات اللي انا اقفل المنبه واقوم على طول اخد شاور، الموضوع فرق معايا بنسبه 110%. صدق. تاني خطوه لما ضفتها برضو نجحت جدا، اللي انا رحت بشوف نور على طول. ايه السبب بقى؟ من ضمن الهرمونات اللي احنا بتخلينا ننام بالليل هرمون اسمه الميلاتونين. الميلاتونين ده لما الدنيا بتليل والاضاءه بتخف عن العين بيبدا يتفرز في المخ، ولما الاضاءه بتزيد بيبدا يقل. وده هنرجع له في النقطه اللي بعد كده. فلما انت بتصحى من النوم الصبح وتروح لاضاءه عاليه زي اضاءه الشمس او اضاءه السماء، جسم او المخ بيفهم اللي دلوقتي النهار طلع فاحنا المفروض نصحى. فالهرمونات تبدا تشتغل بناء على دلوقتي نهار مش ليل. فدي حاجه فرقت معايا جدا في الفوقان، حتى ساعات كمان كنت بصحى من غير ما اضطر ان انا اشرب كوبايه قهوه. دي كده حاجه. الحاجه التانية اللي اخدت بالي منها في الانتاجيه بتاعت يومي جدا، لو انت بتفرق معاك الانتاجيه يعني، اللي انا انزل اعمل كارديو الصبح، سواء عايز اخسر دهون او مش عايز اخسر دهون لازم اعمل كارديو الصبح. اليوم اللي بعمل فيه كارديو الصبح حتى لو ساعه كامله ماشي طول النهار ببقى زي الدبانه رايح جاي كده، عندي طاقه ونشاط وحيويه بنت لذينه. اتاري الميتابوليزم وكمان جسمك بيستخدم طاقه احسن لما انت بتعمل نشاط بدني احسن الصبح. فدي حاجه لازم تضيفها في النظام بتاعك. حاجتين اخرى بقى دول برضو عايز اشاركهم معاك. بطلت اكل قبل ما انام بساعتين. لما بطلت اكل قبل ما انام بساعتين والجهاز الهضمي بتاعي بقى فاضي او شبه فاضي ما فيهوش اكل كتير قبل ما انام بساعتين، يا ربي على النوم العميق اللي كنت بخش فيه. دايما لما كنت باكل قبل النوم بساعتين يا بنام بعديها بشويه، بس بصحى عندي احساس ان انا عايز اكل حاجه مسكره، وعايز اكل حاجه وخلاص يعني. وكان الرفيق الضرب بتاعي في الايام دي عيش وجبنه، ما تفهمش ايه السر بس انا كنت بحب اكل رغيف عيش وجبنه واقوم نايم ببوظ الدايت وببوظ كل حاجه. فالموضوع صعب قوي، الحمد لله بقى احسن دلوقتي. النقطه اللي بعد كده بقى نرجع لنقطه الاضاءه اللي احنا اتفقنا عليها. انا وانت وكل الناس قبل ما بتنام علشان تجبر نفسها اللي هي تنام بتقعد تألف ريلز لحد ما عينيها توجعها وتبدأ تسقط وتقع. وده مش الطريقة الصح اللي انت تنام بيها نوم عميق. انت كده يعني بتخش في مرحلة من النوم وانت صاحي اساسا، فدي ما تنفعش. الاحسن اللي انت تعمله ان انت تسيب التليفون بتاعك قبل ما تنام بنص ساعة، مش هقول لك يا عم ساعة، بنص ساعة بس. وعلى الأقل يكون الإضاءة بتاعت الأوضة بتاعتك خافتة جدا واطية جدا. وكمان يا سلام بقى لو قررت تقرأ مثلا صفحتين من القرآن الكريم أو تدون الأفكار بتاعتك والملاحظات عن اليوم بتاعك، دي هتخليك تخش عن تجربة. وكل الناس لما عملت كده فعلا لقت نتيجة. دي كانت الحاجات اللي ساعدتني اللي أنا أقدر أنام كويس قوي، فبالتالي حبيت اشاركها معاك. قول لي بقى انت جربت من النوم كام حاجه لحد دلوقتي، وقول لي عندك استعداد تتخلى عن مساله التليفون دي ولا لا لان ده موضوع مهم عند معظم الناس. بس صدقني لما عملته الموضوع فرق كتير جدا. وكمان قول لي على طبيعه الفيديوهات دي بتحبها ولا لا في الكومنتات، عشان لو كده ممكن اكتر لك منها نتشارك مع بعض يعني. وطبعا لو انت اول مره تشوفني فانا كوتش احمد عجلان، اعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين. فيا ريت لو كده اعمل شير لصاحبك وسيب لي طبعا. سلام.